الشوكولاتة دي مش مجرد حاجة حلوة بناكلها وخلاص. لأ، دي وراها علم وفن وبزنس كبير قوي. في الحلقة دي هنغوص سوا في أسرار العالم ده، وهنشوف إزاي الشغف ممكن يتحول لمشروع حقيقي وناجح. طيب هنتكلم في إيه النهاردة؟ أول حاجة هنعرف إن الشوكولاتة ليها طريقين أساسيين. بعد كده هندخل في الفن والتقنيات نفسها، وفي الآخر هنشوف إزاي الشغف ده ممكن يتحول لمشروع بجد. طيب خلينا نبدأ بأول وأهم حاجة. أي حد بيفكر يشتغل في الشوكولاتة لازم ياخد قرار مصيري في الأول. في طريقين، طبيعية وبديلة، والفرق بينهم هو في الحقيقة مكون واحد بس هو اللي بيغير كل حاجة. وهنا بقى بيتضح كل حاجة. الشوكولاتة الطبيعية الأصيلة أساسها هو زبدة الكاكاو، دي اللي بتديها الطعم الغني اللي كلنا بنحبه، بس في نفس الوقت بتخليها حساسة قوي للحرارة، يعني بتسيح بسرعة، وعشان كده بتحتاج شغلانة معينة عشان تظبطها. على الناحية التانية، الشوكولاتة البديلة أو اللي بنسميها كومباوند بتستبدل زبدة الكاكاو دي بدهون نباتية زي زيت النخيل. النتيجة بتبقى أسهل بكتير في الشغل والتشكيل، ومش محتاجة كل التعقيدات دي، وده بيخليها اختيار كويس للي لسه بيبدأ. طيب إيه هو بقى التمبرينج ده اللي كل شوية نتكلم عنه؟ الحكاية كلها وببساطة شديدة إنها عملية تسخين وتبريد بميزان، يعني بدقة شديدة قوي. هي دي العملية اللي بتخلي زبدة الكاكاو تتبلور صح، وهي دي السر ورا اللمعة اللي بتخطف العين والقوام الناشف الصوت ده صوت القرمشة المميز لما نكسر قطعة شوكولاتة. ولو العملية دي ما اتعملتش صح النتيجة بتبقى كارثية بصراحة. الشوكولاتة شكلها مش بس بيبقى مطفي ومجير، لأ، ده الأسوأ من كده إن القوام نفسه بيضيع. يعني بدل ما يبقى فيها القطمة اللي بنحبها دي، بتبقى طرية كده وبتدوب في الإيد قبل ما توصل للفم. التجربة كلها حرفياً بتتدمر. تمام قوي، كده فهمنا العلم والخامات. دلوقتي بقى ندخل المطبخ أو الورشة يعني. إزاي بقى نتعامل مع الشوكولاتة دي بشكل عملي، نحافظ على جودتها وكمان نحط التاتش الفني بتاعنا؟ أكيد حصلت مع ناس كتير مننا. نطلع الشوكولاتة من التلاجة نلاقيها عرقت كده وبقى عليها طبقة مبلولة. يا ترى إيه السبب؟ الموضوع على فكرة أبسط مما نتخيل. السبب هو نفس سبب إن كوباية المية الساقعة بتعمل شبورة كده في يوم حر. لما الشوكولاتة بتطلع من البرد بتاع التلاجة للجو الدافي اللي بره، بخار المية اللي في الهواء بيتكثف عليها. والمشكلة إن الشوكولاتة بالذات الطبيعية عدوها اللدود هو المية والرطوبة. عشان كده أحسن مكان ليها هو مكان ضلمة وجاف حرارته ثابتة حوالي 17 و 18 درجة. والخلاصة، التلاجة مش بيت الشوكولاتة المثالي خالص. طيب نيجي بقى لنقطة التلوين والنكهات، ودي فيها تفصيلة فنية مهمة قوي. لو عايزين نلون الشوكولاتة نفسها، ده ما ينفعش غير مع الشوكولاتة البديلة أو الكومباوند، ولازم نستخدم ألوان خاصة أساسها زيت أو بودرة. ليه؟ لأن الشوكولاتة الطبيعية حساسة جدا لأي نقطة مية. لو حطينا فيها لون عادي هتقفش على طول، يعني تخرز وتتحول لكتلة واحدة ويبقى الشغل بيها مستحيل. أما بقى نكهات الفاكهة فدي مكانها مش في الشوكولاتة نفسها، مكانها في الحشوة اللي جوه زي الجناش مثلا، وهنا ممكن نستخدمها مع النوعين عادي. سؤال تاني مهم جدا وممكن إجابته تصدم ناس كتير، بالذات اللي بيفكر ياخد الموضوع ده كبزنس. الشوكولاتة اللي فيها حشوات بتقعد صالحة قد إيه بجد؟ الإجابة هي 2 ل3 بالكتير قوي. أيوة، حتى لو من أكبر الماركات العالمية. الشوكولاتة السادة ممكن تعيش لسنة ويمكن أكتر، لكن أول ما يدخل فيها حشوة طازة زي الكريمة أو الفاكهة الموضوع بيختلف تماماً والوقت بيجري بسرعة جداً. طب ليه المدة قصيرة كده؟ السر كله مرة تانية في الرطوبة. أي حشوة طازجة فيها كريمة أو فاكهة معناها إن فيها نسبة مية عالية، ومية يعني بيئة مثالية للبكتيريا والعفن. الموضوع بسيط. عشان الشركات الكبيرة تتغلب على ده بتستخدم مواد حافظة وتقنيات تانية معقدة ومكلفة جدا. لكن لو حد بيعمل شوكولاتة في البيت أو في ورشة صغيرة وبيعتمد على المكونات الطبيعية الفريش، يبقى لازم يتقبل حقيقة إن صلاحيتها هتبقى قصيرة. أي كلام غير كده عن وصفات طبيعية بتقعد سنة غالبا بيبقى على حساب الطعم والجودة. كده إحنا فهمنا العلم والفن، فاضل بقى أهم حتة: إزاي نحول الشغف ده لمشروع وفلوس. وهنا لازم نغير طريقة تفكيرنا شوية، من تفكير فنان لتفكير راجل أعمال. النجاح في بزنس الشوكولاتة مش بس طعم حلو وخلاص، لأ، ده ليه أصول. في 3 خطوات أساسية لازم أي حد يمشي عليها. أولاً، لازم دراسة السوق كويس جداً. مين العميل بتاعي؟ هيقدر يدفع كام؟ وده اللي هيحدد أشتغل بشوكولاتة طبيعية غالية ولا بديلة أرخص. ثانياً، حساب التكلفة بالورقة والقلم.
القطعة الواحدة واقفة عليا بكام بالظبط، من أول الخامة لحد علبة التغليف. وتالتاً التسويق الشاطر، صورة حلوة، صفحة قوية على السوشيال ميديا، وعينات تدوق تخلي الناس تدوق وتحكم بنفسها. التلاتة دول مع بعض هم اللي بيحولوا الهوية لاحتراف. والمثال ده بيلخص الحكاية كلها. الفول اللي بالشوكولاتة اللي بنشتريه من أي حتة رخيصة ده بيستخدم أرخص نوع شوكولاتة كومباوند عشان يفضل سعره قليل. لو حد قرر يعمل نسخة جورميه منه هيضطر يستخدم شوكولاتة طبيعية أحسن، وده معناه إن التكلفة هتزيد وبالتالي السعر النهائي للعميل هيزيد. هي دي المعادلة الصعبة، جودة قصاد سعر، والاختيار بيعتمد على مين العميل اللي بنستهدفه. يعني في النهاية القصة مش بس فن وإحساس. النجاح في عالم الشوكولاتة ده علم بالخامات، وعلم بالتكاليف، وعلم بالسوق. الإتقان الحقيقي هو اللي بيجمع كل ده مع بعض، من أول فهم الفرق بين أنواع الشوكولاتة لحد ما نوصل بالمنتج النهائي للعميل الصح. وده يخلينا نسأل سؤال في الآخر، بعد كل اللي عرفناه ده عن العلم والاقتصاد اللي ورا قطعة شوكولاتة صغيرة، هل المرة الجاية لما ندوق واحدة هنحس بنفس الإحساس؟ ولا هنقدر أكتر كل تفصيلة فيها من أول لمعتها وقرمشتها لحد طعمها؟ سؤال يستاهل التفكير.